الكبار من العلماء الذين شرفونا بأن جلسنا عند أقدامهم قالوا لنا: إذا طلبت من الله شيئا وأعطاك إياه فأنت تحمد الله مرة، وإذا طلبت من الله شيئا ولم يعطك إياه احمد الله 100 مرة، لأن الأولى حمدت لأنه أعطاك اختيارك، وعندما لم يعطك في الثانية فقد أعطاك اختياره هو، وما بالك الفرق ما بين اختيارك أنت واختيار الله. يعني إذا سألت الله ولم يعطيك ما تريد احمد الله 100 مرة 1000 مرة، قل لابد أن الشر كان ينتظرني فمنعك، ربما قال كما قال ابن عطاء: ربما منعك فأعطاك وأعطاك فمنعك. منع إسماعيل صغيرا أن يرى وجه أبيه كل يوم عندما تركه وأمه في واد بلقع، هذا منع. لكن هذا المنع كان عين العطاء، لأن إبراهيم يفقه لما هذا المنع، وكان يعقوب أيضا يفقه، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن الإنسان سبحان الله ليس بمؤمن مستيقن الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلية. فلما تساءل الناس كيف أعد البلاء نعمة ونحن نتضعضع تحت مطرقة البلاء، وكيف تعد النعمة بلاء؟ قيل: لأن البلاء لا يعقبه إلا الرخاء، والنعمة لا تعقبها إلا البلية. أنت اليوم في صحة تستطيع أن تجلس، بعد مدة لا تستطيع أن تجلس إلا على الكرسي، بعد مدة لا تستطيع أن تجلس تماما. فأنت احمد الله على نعمة الجلوس عند وجودها. يعني أنت تستطيع أن تسمعني وتجلس هذه الساعة كاملة، هذه نعمة تستوجب الشكر. أنت الآن 16 مرة في الدقيقة شهيق وزفير. لو جاءت مرض حساسية ربو من هذا القبيل، ازدحام أي شيء، سبحان الله يكرش نفسه، فتسترجع أيام الصبا وأيام الصحة عندما كان الهواء يدخل ويخرج. سبحان الله، أنت اليوم لك كليتان تعمل، احمد الله على وجودهما كي يزيد الله نعمة العطاء فيهما. ربما يأتي يوم تحتاج إلى كذا أو كذا أو كذا، فأنت اعرف النعمة في وجودها.